السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه رأيكم بقى في زينة رمضان؟ حاجة كده شغل عالي قوي قوي قوي، يعني عملنا كده زينة رمضان وروقنا الشقة وظبطنا الدنيا. انا طبعا جاي لكم متأخرة كالعادة، بس ايه، ما تأتي متأخرا خير من ألا تأتي يعني. النهارده ان شاء الله كان فيديو جميل قوي وطويل وفي حاجات حلوه كتير، وعملنا فيه حاجات كتيره جدا جدا جدا. بس اهم حاجه بتحطوا لي بس اللايك كده اول ما تدخلوا عشان ما تنسوش، عشان انتوا بتنسوا. تمام. ولو تكتبوا لي تعليق يبقى حلو قوي قوي قوي. تمام. ولو اشتركت في القناه يبقى مفيش احسن من كده، يبقى انت عملت معايا الصح يعني. مسكت بقى اول حاجه البلكونه بتاعتي. الشغل في الصيام صعب، طبعا صعب، معلش بقى، بس هنعمل ايه، امهات وكله في ميزان حسناتنا باذن الله. اول حاجه عملتها ان انا عملت البلكونه بتاعتي، روقتها كده ونضفتها وظبطتها حلو جدا، لان زي ما قلت لكم البلكونه لو ما اتعملتش اللي هيدخل من البلكونه هيبهدل لك الدنيا جوه في الشقه، حتى لو كنتي ظبطتي الشقه كلها. تمام. هتلاقي بقى الرجل كده متبصمه تراب زي حالاتي كده، بلاقي الارض مليانه تراب يعني. مسكت بقى الحيطه كمان، طلعت منها التراب الاول وبعد كده رحت مسحتها. زي ما انتم شايفين الاضاءه هنا بس كده مش مبينه النظافه، لان الزاويه مش زاويه حلوه. شايفين انا مهما انضف فيها ومهما امسح فيها اولادي بيعملوها تاني عادي، ربنا يخليهم لي يبوظوا لي الدنيا وانا اعملها لهم. هي بتبان انها نطفت، بس الزاويه مش مبينه قوي انها نطفت يعني، خاصه ان انا كمان المره دي كنت عاملاها بميه بس، ما عملتهاش بالخلطه اللي انا قلت لكم عليها، التحفه اللي انا قايله لكم عليها قبل كده، اللي هي بتشيل الاوساخ من على الحيطه. حلوه قوي قوي، بشجع اي حد بجد ان هو يعملها. بس بنمسح بقى البلكونه بالطريقه المعتاده، شلنا الحاجه بتاعتنا وكده وشلنا التراب، وبعد كده نزلنا بقى فيها مسح وتنظيف، يعني حاجه كده ايه من الاخر يعني. احلى حاجه النظافه الصراحه، احلى حاجه في الدنيا النظافه، بتحس كده ان الشقه بتتنفس ومليانه طاقه ايجابيه ومليانه هدوء. يعني تحس ان عدم النظافه بيعمل زي ما يكون العفش مثلا او الحاجه بتصوت كده، بتعمل طاقه مش كويسه، طاقه سلبيه جدا. اما النظافه يا سلام على النظافه، مفيش احسن منها. اي نظافه بقى، نظافه القلب، نظافه اللسان، نظافه الشقه، اي نظافه في الدنيا انا بحبها الصراحه. اي نظافه في الدنيا بتبقى حلوه، بتبقى جميله وبتدي طاقه ايجابيه يعني. مسكت بقى دخلت كده، خلصت على طول الاوضه البلكونه، دخلنا بقى على الاوضه اللي جنب البلكونه على طول. نزلنا بقى فيها بقى تنفيض ومسح وشفطنا زي ما انتم شايفين كده اسمها ايه، بالمكنسه. المكان ده صعب جدا ان انت تجيبيه يعني. وبعد ما شفطتها كده بالمكنسه رحت ماسكه المساحه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها دي، ورحت مسحه بيها. شايفين بتنظف الدنيا ازاي؟ حتى هنا مكان التبصيم بتاع الايدين بتنظف الدنيا جدا على فكره. رحت مسحت بيها بقى تحت كده، وطلعت كل التراب اللي كان موجود خليتها زي القشطه. وبعد كده مسحت بقى زي ما انتم شايفين البتاع من فوق كده، الشباك من فوق ده، مش الشباك، دي البلكونه اللي مكتوب عليها دي حاجات مش راضيه تطلع تقريبا كانت في الازاز يعني، خربشه في الازاز نفسه يعني، فمش راضيه تطلع ابدا مهما اعمل فيها يعني. مسكت بقى السرير بتاعي، شلت الملايه ونفضت كويس جدا، وكمان شلت المرتبه وقلبتها. هتلاقيني مش عارفه الحته دي جت ولا ما جاتش، صورتها، انا صورتها بس مش عارفه في المونتاج شلتها ولا ما شلتهاش. ايوه هي، انا ظبطت الاول المولل بتاعه السرير، وبعد كده لان المرتبه دي احكي لكم بقى المأساة بتاعتي. انا عملت مرتبه اللي هي دي، فلما عملتها قلت للشخص اللي بيعملها لي على مقاس المرتبه مظبوط، عملها لي اكبر. شايفين عامله ازاي نازله كده، مساحتها نازله من على السرير اهي، عملها لي اكبر، فكمان لما تقعد على السرير هتنزل اكتر واكتر، ودي بقى المأساة اللي انا عايشه فيها باستمرار. فعلى طول بتحتاج انها تتعدل. فلما عدلتها قلت طب ما انا بقى اقلب المرتبه اليمه الثانيه. لما بتقلبي المرتبه باستمرار، سيبك من ان هي نظافه وان هي الوش ده بيشوف الهواء وبيشوف الشمس، والوش التاني بيشوف الهواء والشمس، لا كمان بحس ان هو بينظف الدنيا يعني. مش بينظف الدنيا، قصدي بيخلي السرير عامل زي الطري يعني، لما تيجي تنامي عليه تحسيه طري كده. مسكت بقى الاوضه بتاعتي بعد ما شلت منها التراب ونظفت الشباك ونظفت المطبخ ايه، انا تقريبا الصيام يعني لسه مأثر عليا، معلش معلش. مسكت بقى الشباك عملته، البلكونه عملتها، ونظفت الدنيا ونظفت الارض وكنستها ومسحتها زي ما انتم شايفين. وبعد كده سايبه بقى الارض ان هي تتهوى وفاتحه الشباك. انا بعشق زي ما انتم عارفين الشباك والهواء والنور بتاع ربنا وكده يعني. مسكت بقى الملايات، رحت منضفاها، رحت فرشاها ونضفت السرير، نفضت التراب اللي عليه ومسحته وكده زي ما انتم شايفين. الملايه دي جميله قوي، شكلها حلو. ومسكت بقى ستاره كده عملتها، تحسي ان الدنيا ايه، بتتنفس نظافه. دي بقى كده الشباك اللي في الصاله.
شلت التراب اللي فيه، بس ده من اليمه التانية، يعني في اليمه التانية من ورا تراب محتاج يتشال. فانا دخلت البلكونه وقعدت اشيل فيه من البلكونه، لان من البلكونه بتاعتي توصلي للشباك عادي. قعدت بقى امسح كده في البلكونه من البلكونه الشباك عشان ينضف كده من قدام. ده انا بس بشيل من عند الكمبيوتر كده، بشيل من عليه بس التراب، علشان التراب هنا صعب جدا. بعد كده بقى هنمسك الدنيا نلمعها مع بعض، وهوريها لكم برضو ان شاء الله، هنلمع الدنيا كلها مع بعض. الموضوع الصراحه ما خدش مني وقت كبير وما خدش مجهود كبير. الشقه ما كانتش مش نظيفه قوي، يعني كانت الدنيا ماشيه حالها. يعني ان شاء الله هنفرش بقى الفرش الجديد اللي احنا فرشناه مع بعض قبل كده، هنفرشه على العيد باذن الله، ونظبط الدنيا كده مع بعض. انا غسلت الحافظات، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده على العيد بقى نفرش الفرش الحلو الجميل الجديد. انا شايلاه عشان كده، لولا كده انا ما كنتش شلته اصلا. لو كنتم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي يا ريت تحطوا لي لايك. بكنس كده بقى من ورا الكنبه، شلت التراب وشلت الكنبه، نقلتها. انقلي دايما العفش باستمرار، يعني انا بحس انها بيدي طاقه ايجابيه ان انت ترمي العفش. ارمي العفش، ماشي، اسمعي كلام نوجه وارمي العفش. ان انت تجيبي العفش يمين وشمال، بحس ان هو بيغير المود، يعني تحس ان انت كانك عملتي حاجه كبيره، يعني راحه كده نفسيه، مش عارفه ازاي، سبحان الله. مجرد بس ان انت غيرتي المكان من هنا لهنا، تحسي كده براحه نفسيه وبهدوء جامد جدا يعني. فانا دايما وده اللي بيبوظ العفش بتاعي باستمرار، ان انا دايما بحركه. يعني حتى اوضه النوم والسرير وكل الحاجات لما كان عندي يعني اوضه نوم، كنت باستمرار بغير مكانها. مره مسكت الشقه بتاعتي كلها من كتر ما انا كنت محتاجه تغيير، مش لاقيه بقى، خلاص عملت كل الامكانيات، رحت ماسكاها بيضتها. انا والله جبت حاجات من عند الموان، وبيضتها انا وخليت شكلها جميل جدا. يعني الصراحه كانت حلوه، وكان اي حد بيشوفها كان مش بيصدق ان انا اللي عملتها. الحاجات الجاهزه دي الصراحه مسهله الدنيا، يعني البياض وكل المواد المستخدمه جاهزه، حتى الرولة اللي بتعملي بيها جاهزه، فتحسي انها بتسهل الدنيا جامد، يعني مش مخليها الدنيا صعبه على اي ست انها تجدد لو عندها يعني لمسه بسيطه. يعني لو عندك لمسه بسيطه كده، لمسه صنايعي مستخبيه بسيطه، هتلاقي نفسك تعرفي تظبطي الدنيا. طبعا كل المجهود ده قبل واحنا في صايمين، وبعد كده بقى خدت بعضي. شايفين الشقه بقى رايقه وهاديه وجميله ازاي. دخلت بقى بعد كده على المطبخ بتاعنا، كان في شويه حاجات بس مواعين بس والسحور، مش اكتر من كده. مسكت بقى مواعين السحور، رحت غسلتها. بس اول حاجه غسلت المطبخ، غسلت الحوض، علشان الحوض بتاعي هعمل فيه الاكل. يعني همسك دلوقتي هغسل اللحمه، فقلت انضف الحوض الاول عشان لما اغسل فيه اللحمه وكده ما تبقاش الحوض مش نظيف. وبعد كده هغسل بقى المواعين، لان هم اصلا شويه مواعين مش جامدين يعني. مسكت بتاعه الصابون، بينزل بقى عليها صابون كده، فيعني بتبقى مش نظيفه من هنا واقع عليها صابون ومتجمد كده، فقلت اغسلها. دي اللحمه بتاعتي مسكتها غسلتها غسله حلوه. اللحمه يعني انا ما حبيتش اللحمه دي المره دي، مع انها كان طعمها كويس، بس ما حبيتهاش المره دي علشان كان مش فيها دهن. يعني كان فيها مش دهن، سمين. كنت انا بحب يبقى مش حمرا قوي. زمان سبحان الله كنت بحب اللحمه الحمرا جدا، دلوقتي ما بقتش احبها، بقيت احب اللحمه الحمرا بس فيها شويه سمين كده على خفيف. يعني بغسل بقى اللحمه بتاعتي. في ناس ضد الغسيل، في ناس انت اعملي اللي يريحك. انا ما اقدرش اكل لحمه مش مغسوله، ما اقدرش اكل كبده مش مغسوله، هي بتبقى نفسيا. يعني في ناس كتيره جدا بتاكل الحاجات دي عادي خالص وهي مش مغسوله، ويقول لك صحيه. انا ما اقدرش، يعني حتى لو هي مش صحيه مش هقدر اكلها وهي مش مغسوله نفسيا. يعني اللحمه المفرومه نفسها انا بغسلها نفسيا، زي ما قلت لكم. حد ممكن تبقى الحاجه حلوه وجميله بس نفسيا انت مش متقبلاها، هتتعبي. فليه نغسل اللي احنا عايزينه، وكل واحد حر في حاجته. يعني انا بغسلها، انت مش عايزه تغسليها امشي بكل الخطوات وما تغسليهاش. عملت بقى ايه بقى؟ عملت لهم فطار فتة لحمه عاديه جدا. يعني مسكت اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين، غسلتها غسله محترمه، ورحت مقطعه شويه بصل ولوري وشويه سمنه وواحده حبهان عشان انا مش بحبه قوي. وبعد كده رحت انا فصين توم كده. لو عندك شويه مثلا عندك شويه مثلا فلفل، حطي فلفل اخضر، يعني حطي عادي، بديها برضو طعم حلو قوي. عندك كوبيبه صيني، يا سلام على الكوبيبه الصيني، برضو تبقى حلوه جدا. نزلت بقى باللحمه بتاعتي، وبعدين خليتها شويه، وبعدين رحت منزله عليها بقطايه. انا بحب القطايه دي جدا. لو انت عندك شويه تسبيكه متسبكه عندك في الثلاجه، ممكن في الفريزر يعني، ممكن تطلعي منها وتحطي شويه، برضو بتبقى حلوه قوي قوي قوي. تمام. سبت بقى اللحمه مع نفسها كده عشان خلاص كان المغرب قرب وازف. بس الفته عاده ما بتاخدش وقت، يعني الفته العاديه ما فيهاش اي افتكاسات، الفته اللي الناس كلها بتعملها يعني.
فانا عارفه انها مش بتاخد وقت، فخليتها اخر حاجه. خلاص بقى قربنا خالص يعني، قلت بقى ايه اغسل الطبقين دول عشان بعد كده الدنيا تبقى تقيله عليا قوي بعد المغرب بقى، بعد المجهود اللي انا عملته ده، وهرجع كمان يبقى عندي مواعيد الفطار ومواعيد السحور بتاعت امبارح، هيبقى الموضوع صعب وانا مش بحب كده، او هتتقلي بقى. فعلى ايه، لا احنا نغسلهم احسن. مسكت بقى الجنب التاني زي ما انت شايفه، دي الحاجات اللي انا هستخدمها اصلا. الدنيا كانت نظيفه بس انا بس شويه تلميع، لان انا كنت مظبطه الدنيا من بالليل. لقيت ده فيه شويه لحوسه كده اللي انا بحط فيه الزيت والسمنه السكر، الزيت والسمنه، ومثلا دبس الرمان، مش عارفه ايه كده يعني. ظبطت الدنيا. الاكياس دي هي الحاجات اللي انا ايه هستخدمها كلها دلوقتي. الرز، الشعريه، كنت جايبه شعريه بس ما الفته مش بشعريه فشلتها. ظبطت بقى الدنيا كده عند الرخامه، ورجيت هنا رحت غاسله الحوض بعد ما خلصت المواعين بتاعتي. بحب كده المعه يعني، وكمان لو رشيتي عليه شويه بيكنج باودر او بيكنج صودا، ورحتي ماسكه ليمونه دعكاه بيها، يعني ترشي وتحطي بالليمونه كده وتدعكي بيها، هيلمع معاكي قوي قوي قوي. تمام. بس الوقت ده انا كنت بقى الدنيا معايا مش مظبطه، والوقت خلاص ازف مني، فكنت لازم الم الليله يعني. قلت بس المعه تلميعه خفيفه كده، ولما يجي يتلمع بقى يبقى وقت تاني. غسلت طبعا الحنفيه بتاعتي وكل حاجه. هنا حطيت على الزرع ده حطيت وكمان كنت لسه ما كنستش الارض وظبطتها. الارض الزرع ده حطيت عليه، فاكرين الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بتاعه اللي هي خلطه الدهون، اللي اذابه الدهون، كنت كاتبه عليها الخلطه ناسفه للدهون حاجه كده يعني. صراحه هتلاقيها في اول القناه اول ما تدخلوا. حطيتها على الزرع ده عشان هو دايما في المطبخ، فبتلاقيه لمعته كده قلت شويه. مجرد ما تحطيه بس هتبصي تلاقي الدنيا عندك هتشطفيه شطفه بس يعني، انت هتحطيه وتشطفي هتلاقي الدهون كلها نزلت. بجد كانت حلوه قوي 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 الخلطه دي، وبرشح اي حد ان هو يعملها، وناس كتيره جدا جدا جربتها من ورايا وشكروا جدا 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 فيها. فعلا حلوه يعني. زي ما قلت لكم، لو انت ست كبيره عايشه لوحدك، لو انت حد عندك عزومه وعندك دهون كده قاتله يعني دهون شديده هتطلعها لك. تمام. فدي بقى زينه رمضان، حبيت اوريها لكم لان انا ما وريتها لكوش من اول رمضان. الزينه دي حطيت في المطبخ وفي الطرقه اللي قدام باب الشقه. وريتها لكم كده في الضلمه وفي النور. هي زينه بسيطه خالص 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 ومش مكلفه، وكانت عندي من السنه اللي فاتت. دي طمطم بقى، لو تفتكروا طمطم اللي كانت في، مش طمطم دي اسمها ايه، طماطم اللي كانت في بوجه طمطم بتاع زمان، جيل الثمانينات كلها اكيد عارفها يعني. انا بحب طماطم عن طمطم كمان، بحس ان طماطم رقيقه خالص كده. اللي عملتها لي دي بنت اختي، انا مش بعمل يعني، انا مش بعرف اعمل الحاجات دي، اللي بتعملها بنت اختي يعني، فهي عملتها لي جميله جدا 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 يعني. ذوقها حلو، وكمان بتعرف تعمل حاجات كتير، وعندها قناه حلوه قوي قوي برده. بسيب لكم القناه بتاعتها تحت ان شاء الله. ده الرز بقى بتاعنا، عملنا رز عادي خالص 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 زي ما قلت لكم. رز الفته اصلا بسيط يعني. مسكت بقى الارض رحت كنساها، وكمان بعد ما كنستها مسحتها. ودي راس التومه وقعت مني في الارض على فكره، ما برميش حاجه في الارض، بس دي حاجات بتقع كده جنب الباسكت بتاع الزباله اعزكم الله يعني. فقلت بقى اظبط الدنيا ولمع المطبخ بحيث ان انا اخرج منه بيبرق. ودي احسن حاجه، ان انت تخرجي من المطبخ بتاعك وهو بيبرق، عشان ما يبقاش تقيل عليكي بعد كده. انت لسه عندك مواعين السحور ومواعين الفطار بتاعك، فيبقى الموضوع صعب. بصوا بقى كده اهي كل حاجه زي الفل، كل حاجه تمام على المغرب بتاعنا الحمد لله رب العالمين. وربنا يقوي يا رب كل واحده ست واقفه في بيتها، وربنا يقوي الرجاله على شيلتها. الموضوع بقى صعب فعلا فعلا، فربنا يقوي كل واحد على شيلته ويديه على قد تعبه. فطارنا كان بسيط زي ما انتم شايفين، لسان عصفور وشويه فته بلحمه بالفلفل الجميل اللي انا عاملاه عندي على القناه.